السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل الكنافة الجميلة دي، هنعملها بمناسبة رمضان. كلنا بنعمل كنافة وقطايف طبعا. دي كنافة المحشية اسمها النابلسية. دي كنافة اسمها النابلسي، جميلة جدا، طريقتها سهلة وسريعة قوي، وهقول لكم ازاي تعملوها بالظبط. كده اول حاجة معايا زي ما انتم شايفين كده، انا جبت الكنافة. كنافة دي مكنة، ما تجيبيش اللي هي اليدوي، وحطيتها في التلاجة. وبتكون اسهل عليا وانا بقطعها عشان اقصقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تقصيها بمقص عشان تبقى في الشكل اللي انتوا شايفينه ده، حتت قطع صغيره خالص، يعني صغريها على قد ما تقدري. وبعد كده بتفك معاكي بسهوله جدا. قعدت اقصقص كده فيها لحد ما خلصت الكميه اللي معايا. طبعا الكميه اللي معايا انا جايبه مقدار يعمل لي صينيتين. انتوا لو هتعملوا صينيه واحده نص كيلو كفايه. نص كيلو هيهيص معاكي الدنيا بالطريقه اللي انا قايله لك عليها. قصقصيها قطع صغيره خالص على قد ما تقدري، وبعد ما بخلصها بعد افرك فيها كده، علشان بيبقى فيها قطع متجمده شويه. ولو لسه جايباها برضو من الفرن، يعني ممكن تعمليها على طول عادي خالص من عند الحلواني. لو انت لسه جايباها استخدميها على طول، بس انا بدور يعني ايه على السهل، وانا كنت جايباها قبلها بيوم فحطيتها في التلاجة. فطلعتها وقعدت اقصها. بتكون متماسكة، بعرف امسكها كلها، انما لو هي لسه جايه بتكون فكة يعني من بعضها كده، وبتبقي مش عارفة تمسكيها. بس بتكون اسهل ان انت تفكيها، بتكون فكة خالص من بعضها وجميلة. كده جبت معايا، انا هقول لكم مقادير النص كيلو، سيبكم من الكمية اللي انا عاملاها عشان عاملة صينيتين. انا هنا نص كيلو من اللبن. لو انت هتعملي نص كيلو من الكنافة هتحطي عليهم نص كيلو من اللبن، وهتحطي عليهم معلقتين ونص كبار كده من النشا، وعليهم 4 معالق من السكر. معالق كبيرة كده تكون ايه مليانة ومالية مركزها كده. ماشي، حطي لايك بقى عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبك. حطيتهم كده على النار. انت طبعا بتكوني اللبن جايباه وغلياه قبلها، فبعد ما برد وخلاص بقى انا كده ببدأ اجهز في اللي هي المفروض الكاستر بتاعها. بس انا ما جبتش كاستر، انا عملتها احسن بالمهلبية، بتكون المفروض انها كده كأنها بالقشطة، بتدي طعم ومذاق جميل جدا. وبحطها على النار وبقعد اقلب فيها زي ما انتوا شفتوا كده، علشان ما تجمدش مني وتبقى كلها فكة من بعضها. هنا بقى خلاص انا ابتديت اجهز الصينيه، لان جهزت خلاص المهلبيه بتاعتها او القشطه بتاعتها، هي دي اللي بيقولوا عليها قشطه يعني. وحطيت عليهم السمنه اللي سيحتها. انت حابه بقى تحطي سمنه بلدي، سمنه عاديه، اي نوع من اللي انت بتستخدميه عادي خالص، المهم سمنه. ولو في زبده ممكن تحطي مع السمنه معلقه زبده، بتدي ريحه جميله جدا. وسيحتها على النار وحطيت على الكنافه، ولازم ان انا افركها بايدي كده عشان اتاكد ان السمنه دخلت معايا في كل قطعه او كل حته في الكنافه. لازم اتاكد ان افركيها كويس قوي عشان تخش السمنه فيها. قعدت اعمل الحكايه ديت لغايه ما اتاكدت خالص. كميه السمنه ملهاش مقدار معين، انت بتحطي شويه بس ان هما ايه يغرقولك يعني حوالي مثلا عن نص كيلو كده، بتاع نص كوبايه من السمنه. وبتسيحها على النار. هنا الصواني كنت دهناها الاول بالسمنه. وطبعا الفرن انت مسخناه شغاله فيه، يعني مشغلاه من اول ما بدأت في الكنافه عشان يسخن معاكي جدا. لو انت الفرن عندك بيشتغل فوق وتحت يبقى برضو شغليه يبقى تمام قوي. لو ما بيشتغلش غير تحت بس، الافضل ان انت حطي بقى في النص، حطي صينيه الكنافه في نص في الصاج اللي هو في النص، علشان بس ايه ما تتلسعش منك. واول ما بتلاقي الجناب اخدت لون كده تبداي تشغلي عليها الشوايه من فوق. كده انا كنت خلاص حطيت القشطه بقى عليها. فردت اول طبقه، ولازم ابططها بايدي زي ما انتوا شفتوني كده، علشان بس ايه ما تبقاش هايشه معايا، وانا عايزه اياها تطلع شكلها مفروض وجميل كده زي ما هتشوفوه في اخر الفيديو. وحطيت الطبقه بتاعه القشطه، وبعد كده حطيت طبقه تاني من الكنافه، وبرش الوش كده عشان ياخد لون جميل معايا زي ما انتوا شفتوه في اول برضو الفيديو. رشيت كده عليها سمنه. خلاص بقى الفرن سخن، دخلتها الفرن، طلعت بقى بألف هنا وشفا زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. جميلة جدا. ولازم الشربات بتاعها يكون سخن، بارد معلش. الشربات يكون بارد، هي سخنة لازم الشربات يكون بارد. لو عايزة تعرفي طريقة الشربات ده، انا كنت عاملاه في حلقة قبل كده، هسيب لك الرابط في صندوق الوصف. الشربات ده لجميع الحلويات زي القطايف والكنافة والحاجات الجميلة اللي بنعملها في رمضان دي. طريقته سهلة وجميلة قوي. هنزلك الرابط في صندوق الوصف. وهسيبهولك في اول تعليق برضو. شايفين زي ما طلعت كده بعد ما بردت؟ جميله جدا. اللهم بارك يا رب فيها، ما شاء الله جميله قوي. وهتعجبكم جدا. انا لما بتطلع بقى واسيبها تبرد شويه، بروح بعد ما حطيت عليها الشربات بسيبها تبرد شويه، واروح حاطه عليها استريتش كده بلفها زي ما انتوا شفتوا الصينيه. لغايه بعد الفطار بتكون بردت وبقت طريه وجميله جدا. شفتوا بقى بعد ما قطعتها القطع اللي انتوا شفتوها دي متماسكه وجميله قوي، وما شاء الله القشطه ماسكه في الكنافه زي بتاعه المحلات بالظبط.
جميله وطريه وطعمها تحفه. لو انت حابه تحطي في الشربات برضو فانيليا حطي، بتدي ريحه جميله جدا زي بتاعه المحلات. حابه تحطي معلقه سمنه بلدي برضو حطي، بتدي طعم وريحه جميله جدا. لو انت عملتي بسمنه عاديه حطي معلقه في الشربات وهو سخن كده سمنه بلدي، وبعدين لما بتطلع ترش عليها بتديكي ريحه جميله جدا. انا عملت كده، الملحوظات دي ما كانتش باينه في الفيديو. ولو حابه برضو تقلبيها على الوش التاني بتبقى جميله جدا، بيبقى لونها ذهبي، الارضيه بتاعتها بتبقى ذهبي وجميله قوي. انا ما عملتش كده لان الاولاد كانوا حابين يشوفوا التحميصه اللي هي على الوش شويه دي، ما كانوش عايزيني اقلبها يعني. بس طالعه جميله بالف هنا وشفا. جربوها ان شاء الله وقولوا لي في التعليقات عجبتكم ولا عملتوها طلعت فيها اي حاجه غلط، عرفوني برضو. بس مش هتطلع معاكم حاجه غلط خالص لو مشيتي على خطوه بخطوه من اللي انا عملتها. هتعجبكم جدا وهتلاقي نفسك بتعمليها طول شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسيش تعملي لايك وتحطي اشتراك عشان يوصلك كل جديد وتفعلي الجرس، وتشيري الفيديو لاصحابك وقرايبك. بحبكم جدا واشوفكم في حلقه جديده من دلع مطبخك مع نانسي. باي باي.